ده لاجئ سوري. انا بوسع للكاميرا علشان ايه؟ بوسع للكلام عشان تشوفوه. الجالية السورية في مصر بيقول عايز اعرف ليه مش من حق السوري، بصوا الصفاقة والسفالة وقلة الادب، ليه مش من حق السوري العمل بالشرطة؟ المفروض يكون لنا حق في تمثيل برلماني في مصر زي مثل المصري. يعني المفروض كل طائفة مننا خربوا بلادهم بالطوائف وجايين يخربوها لنا احنا هنا. كل طائفة منا يكون ليها ممثل في البرلمان المصري للمطالبة بحقوقنا. كسر حقك يا لاجئ يا صايع يا الممت الدول والشعوب. الإقامة والجنسية كالمصري، يعني مصريين بالقانون لازم يكون لنا نسبة مثلا 30% في البرلمان. ايه رأيكم نعمل وقفة قدام سفارتنا للمطالبة بحقوقنا المهدورة؟ انا كل اللي هقوله الدولة المصرية فين من الكلام ده؟ فين الدولة المصرية؟ فين امن الدولة من الكلام ده؟ فين؟ فين بتوع مجلس الشعب اللي عايزين يجنسوهم من الكلام ده؟ ده بيتكلم ببجاحة وقلة أدب. وبعدين السوري اللي يدخل يقول لي احنا هنريح كوكب مننا ونرجع بلدك. طب ما يا اخويا ما ترجع بلدك. ويقول لي احنا ضيوف. انتوا مش ضيوف، انتوا لاجئين. الاسم العلمي بتاعكم لاجئين، انتوا مش ضيوف. اذا كان السيسي بيقول عليكم يبقى السيسي بقى يتحمل، لكن احنا ما قلناش عليكم ضيوف، احنا بنقول عليكم لاجئين. واذا كان السيسي بيقول برضو ضيوف ممكن يكون بيتكلم كلام سياسي احنا ملناش فيه كشعب، احنا مالنا. لكن انتوا ده انتوا لو ضفت انتوا ضيف تقيل. يا اخي لما تكونوا ضيف تقيل وناس بتقول لكم انتوا تقال علينا، ما تغوروا بقى، ما تمشوا تروحوا بلدكم بقى. ولا انتوا روحوا للخرابه اللي انتوا جايين منها، ولا انتوا خربتوها بالطوائف بتاعتكم والطائفيه والعنصريه بتاعتكم جايين تخربوها. لو بيتكلم بقى يعني فارد نفسه قوي علينا، ما ليه حق. ليه حق لما كل كلب رخيص يقول نورتونا انتوا قلعنا الشاورما. يعني عشان واحد عايز يدفع شاورما اللي هي اصلا مصريه مش سوريه ولا شاميه ولا الكلام الفارغ ده، قال ايه الدوله بتاعتنا دي؟ واحده عماله تعيط لنا على السودان، وايه يعني ما ينورونا؟ واحد يقول لهم ايه يعني حلايب وشلاتين احنا كلنا واحد، والتاني يقول معرفش السوريين ايه ده؟ ايه السفاله دي؟ اهم يا مصريين، اهم النتيجه بتاعتكم واللي انتوا بتعملوه بالذوق بتاعكم. هم فاهمين الذوق بتاعنا غلط. دول فاهمين الذوق بتاع ده بيتشرط علينا وعايز حقك ايه؟ كسر حقك. انت ترجع بلدك، تغور على بلدك. انت لاجئ، انت اللي زيك يا حبيبي مقعدينه على الحدود في خيم. احنا اللي غلطانين، احنا اللي غلطانين. بس هقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في الدولة المصرية اللي منططاكوا علينا واللي بتاكلكم الاكل المدعم وبتعاملكم فعلا زي المصريين واكتر كمان مع الاسف. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفي اللي مقعدكم عندنا. حسبي الله ونعم الوكيل.